كنت دائما أسمع البشر يتحدثون عن المرآة، يقولون: المرآة لا تكذب، انظر في المرآة لتعرف حقيقتك. لكنني لم أفهم أبدا ما الذي يجعلهم مهووسين بهذا الشيء الذي يعكس وجوههم. أما لنا الحمير فنحن لا نحتاج إلى مرآة، نعرف من نحن بمجرد أن نستيقظ في الصباح. ولكن ذلك اليوم اكتشفت المرآة للمرة الأولى. كنت في طريق العودة من السوق حيث قضيت يوما شاقا في جر العربة المليئة بالخضروات عندما مررنا بجانب واجهة زجاجية كبيرة لمحل بيع الأثاث. توقفت للحظة، ليس لأنني كنت أبحث عن شيء، بل لأن انعكاسي لفت نظري. رأيت حمارا يقف هناك، أذناه مستقيمتان وذيله يتحرك بخفة. بدا عليه التعب، ولكنه كان ثابتا واثقا من نفسه. لم أستطع أن أبعد نظري عن المرآة. فكرت: هل هذا أنا؟ أبدو قويا، أبدو صادقا، أبدو حقيقيا. شعرت بشيء من الفخر وأنا أنظر إلى نفسي، ولكن سرعان ما أدركت أن البشر لا يرون في هذه المرآة ما أرى. بالنسبة لهم أنا مجرد حمار، آلة تجر عربة، ليس إلا. بينما كنت أتأمل انعكاسي بدأت أفكر في البشر الذين رأيتهم ينظرون في المرايا. أذكر صاحبي البشري كيف كان يقف أمام المرآة كل صباح، يعدل قبعته ويسرح شعره وينظر إلى نفسه بابتسامة مغرورة. كنت أتساءل: ماذا يرى في المرآة؟ هل يرى حقيقة نفسه أم يرى الصورة التي يريد أن يراها؟ الحقيقة التي تعلمتها من مرآة ذلك اليوم هي أن البشر لا يعرفون كيف ينظرون بصدق إلى أنفسهم. هم ينظرون في المرآة ليخدعوا أنفسهم، ليقنعوا أنفسهم أنهم أفضل مما هم عليه، يغطون وجوههم بالمساحيق ويرتدون الملابس الفاخرة ويبتسمون كما لو أنهم ينتظرون تصفيقا من المرآة نفسها. ولكن هل تعلمون ما لا يدركونه؟ المرآة رغم أنها تعكس الصورة بدقة، لا تستطيع أن تعكس ما في الداخل. لا تظهر المرآة الجشع ولا الحسد ولا النفاق، هي تظهر القناع فقط. أما الحقيقة فهي مخبأة بعيدا، لا يمكن رؤيتها إلا إذا كنت صادقا مع نفسك. عدت إلى البيت تلك الليلة وأنا أفكر: نحن الحمير لا نحتاج إلى مرآة لنرى حقيقتنا. نحن كما نحن، بلا أقنعة، بلا زيف. ولكن البشر يحتاجون إلى أكثر من مجرد مرآة. يحتاجون إلى عين أخرى، عين صادقة ترى داخلهم، تظهر لهم ما يحاولون إخفاؤه. ولكن البشر لا يسمعون ما لا يريدون سماعه. في النهاية ربما المرآة لا تكذب، ولكن البشر دائما يكذبون عليها. ربما لو تعلموا أن ينظروا إلى أنفسهم كما أنظر إلى نفسي لكانت حياتهم أبسط وأقل تعقيدا. وأنا كحمار بسيط لا أحتاج إلى أكثر من انعكاس هادئ في واجهة زجاجية لأعرف من أكون. أما البشر فلديهم كل المرايا في العالم وما زالوا لا يعرفون أنفسهم.